بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وعلى آله وصحبه ومن والاه أجمعين إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم، وجعل الفردوس الأعلى مأوانا ومأواكم يا رب. مرحبا بكم في قناة قصص ومنوعات لطيفة. أسعد الله مساءكم بكل خير وحب وبركة يا رب. فضلا وليس أمرا، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس. قصتنا اليوم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. صلوا على النبي. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه لم يكن له وقت ينام فيه، فكان ينعس وهو جالس، فقيل له: يا أمير المؤمنين، ألا تنام؟ فقال: كيف أنام؟ إن نمت بالنهار ضيعت حقوق الناس، وإن نمت بالليل ضيعت حظي من الله. مرض عمر بن الخطاب رضي الله عنه يوما، فوصفوا له العسل كدواء، وكان بيت مال المؤمنين به عسلا جيء به من البلاد المفتوحة، فلم يتداوى عمر بالعسل كما وصف الأطباء، فجمع الناس وصعد المنبر واستأذن الناس وقال لهم: لن أستخدمه إلا إذا أذنتم لي، وإلا فهو علي حرام. فبكى الناس إشفاقا عليه، وأذنوا له جميعا، ومضى بعضهم يقول لبعض: لله درك يا عمر، لقد أتعبت الخلفاء بعدك. رحمك الله يا خليفة المسلمين، حقا لقد أتعبت الخلفاء بعدك. يروى أن زوجة عمر بن الخطاب رضي الله عنه دخلت عليه عقب توليه الخلافة، فوجدته يبكي، فقالت له: ألشيء حدث؟ قال: لقد توليت أمر أمتي محمد صلى الله عليه وسلم، ففكرت في الفقير الجائع، والمريض الضائع، والعار المجهول، والمقهور والمظلوم والغريب، والأسير، والشيخ الكبير، وعرفت أن ربي سائلي عنهم جميعا، فخشيت وبكيت. رحم الله عمر بن الخطاب حين كان بطنه يحدث أصواتا من كثرة ما أكل الخبز بالزيت، فكان يقول لبطنه: قرقري أو لا تقرقري، لن تذوقي طعم اللحم حتى يشبع أطفال المسلمين. وفي عام الرمادة، العام الذي أصيب فيه المسلمين بالقحط والجوع، كان عمر رضي الله عنه لا يأكل إلا الخبز والزيت حتى اسود جلده، ويقول: بئس الوالي إن شبعت والناس جياع. عندما طعن سيدنا عمر رضي الله عنه، فأتي بالحليب فشربه، فخرج الحليب من خاصرته، فقال له الطبيب: أوصي يا أمير المؤمنين، فإنك لن تعيش. فنادى ابنه عبد الله وقال له: ائتني بحذيفة بن اليمان. وجاء حذيفة، وهو الصحابي الذي أعطاه الرسول صلى الله عليه وسلم أسماء المنافقين، ولا يعرفهم إلا الله ورسوله وحذيفة. وقال عمر والدماء تجري من خاصرته: يا حذيفة بن اليمان، أناشدك الله، هل قال الرسول صلى الله عليه وسلم اسمي بين المنافقين؟ فسكت حذيفة ودمعت عيناه، وقال: ائتمنني على سر لا أستطيع أن أقوله يا عمر. فقال عمر بن الخطاب: بالله عليك قل لي، هل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمي بينهم؟ فبكى حذيفة فقال: أقول لك ولا أقولها لغيرك، والله ما ذكر اسمك عندي. فقال عمر بن الخطاب لابنه عبد الله: بقي لي من الدنيا أمر واحد،
فقال له: ما هو يا أبتاه؟ قال: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين فقل: يقرئ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه. فسلما واستأذنا، ثم دخلا عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرئ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي. فعاد عبد الله فرحا وقال لأبيه: يا أبتاه، قد أذنت. ثم رأى خد عمر على التراب، فجلس عبد الله ووضع خد أبيه على فخذه، فنظر إلى ابنه وقال له: لما تمنع خدي من التراب؟ قال: يا أبتاه. فقال عمر: ضع خد أبيك على التراب ليمرغ به وجهه، فويل عمر إن لم يغفر له ربه غدا. استشهد عمر بعد أن أوصى ابنه فقال: إن حملتني وصليت علي في مسجد رسول الله فانظر إلى حذيفة، فقد يكون راعني في القول، فإن صلى علي حذيفة فاحملني باتجاه بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قف على الباب فقل: يا أماه، ولدك عمر، ولا تقل أمير المؤمنين، فقد تكون استحيت مني فأذنت لي، فإن لم تأذن فادفني في مقابر المسلمين. فحمله ونظر في المسجد، فجاء حذيفة وصلى عليه، فاستبشر ابن عمر وحمله إلى بيت عائشة، فقال: يا أمنا، ولدك عمر في الباب، هل تأذنين له؟ فقالت: أدخلوه. فدفن سيدنا عمر رضي الله عنه بجانب صاحبيه. رحم الله سيدنا عمر بن الخطاب ورضي عنه. ملأ الأرض عدلا وخاف الله خوفا شديدا، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم بشره بالجنة. فما بالنا نحن اليوم؟ لا يدري أحدنا ربه راض عنه أم لا، ومع ذلك نلهو ونضحك ولا نخاف ولا نخشى ولا نفكر بمصيرنا بعد الموت. اللهم أحسن خاتمتنا، اللهم أحسن خاتمتنا وثبتنا عند الموت. اللهم اهدنا واهدي بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى، واهدي ذرياتنا هداية لا نشقى ولا نضل بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم واجعل الصلاة في قلوبنا حبا لا فرضا، اللهم واجعل الصلاة في قلوبنا حبا لا فرضا. اللهم أسعدنا سعادة الدارين الدنيا والآخرة، وارض عنا ورضنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في غزة وفلسطين وفي سائر بلاد المسلمين، اللهم انصرهم نصر عزيز مقتدر. اللهم عززهم